ده ما كانش مجرد حاكم، ده كان زعيم سياسي وقائد روحي قدر يحافظ على استقلال اليمن. خليني احكي لك القصه. في القرن العشرين كانت اليمن بتواجه صعوبات كبيره جدا، بلد صغيره لكن كانت في نص معركه بين قوى استعماريه بتحاول تسيطر عليها زي الانجليز والعثمانيين. لكن في الوقت ده ظهر المنقذ، الإمام يحيى حميد الدين. الإمام يحيى ما كانش مجرد حاكم، ده كان زعيم سياسي وقائد روحي، والناس كانت بتحبه وبتحترمه. قدر يحافظ على استقلال اليمن ومخلاش حد يقدر يقرب منها. ومن أهم الحاجات اللي عملها إنه وقف ضد الاحتلال البريطاني في عدن سنة 1934. وقتها الإنجليز كانوا بيحاولوا يضغطوا عليه عشان ياخدوا أجزاء من اليمن، لكن هو قاومهم ورفض يفرط في أرضه، وفعلا قدر يحافظ على جزء كبير من السيادة. البطولة دي خلت اليمن تفضل دولة مستقلة، والناس شافت الإمام يحيى كرمز للمقاومة والشجاعة. لكن للأسف سنة 1948 تم اغتيال الإمام يحيى، وتولى الإمام أحمد بن يحيى الحكم بعده، وحكم لحد سنة 1962 لما الضباط الأحرار قاموا بثورة وأنهوا الحكم. تفتكر لو ما كانش فيه زعيم قوي زيه كانت اليمن هتحافظ على استقلالها؟